السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله، نصيحة، وهذه النصيحة أهم نصيحة. أنتم أو أنت يا من تشهر بالبشر، تأكل لحوم البشر، تقع في أعراض البشر، تغتاب البشر، اتق الله، اتق الله. الأمور زادت كثيرا على البشر. أحدهم قال لي: والله يا شيخ، أين سأذهب لا أدري ولا أعلم. أناشدكم الله يا من تشهر بالبشر، هذه الصفحة إن لم تتب إلى الله ستقف أمام الله، ويأتي هذا الذي شهرت به واغتبته سيأتي أمام الله ويقول للمولى عز وجل: رب خذ حقي من هذا، فقد ظلمني، فقد اغتابني، فقد أكل لحمي، وقع في عرضي. أناشدكم الله إن كنتم تحبون الله ورسوله اتقوا الله بالبشر. النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماوات السبع رأى أقواما لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، فلا تكن مفلسا يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أتدرون من المفلس؟ من المفلس فينا؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس فينا من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصيام، ولكن يأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا واغتاب هذا وشتم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. تريد أن تعطى الحسنات التي جنيتها للآخرين، فيعطى هذا من الحسنات وهذا من الحسنات، فإذا فنيت الحسنات أعطي من خطاياه ثم طرح في جهنم. اتقوا الله بالبشر، اتقوا الله بالبشر، كفاكم. والله هذه نصيحة لله، والله هذه نصيحة لله. أحبكم في الله جميعا، أنصحكم لله أن تتقوا الله بالبشر. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد. فيا صاحب الصفحة احذف الصفحة قبل أن تموت. اتب إلى الله، تب إلى الله. لا صلاة لا صيام لا حج لا زكاة ما بينفعك شيء إن كنت في هذا الحال وفي هذه الحالة. اتق الله. السلام عليكم.